ازيكم يا حلوين. النهارده هنعمل وصفة جديدة بفكرة جديدة خالص. لو بتحب التغيير تابعيني في الوصفة دي. هنعمل النهارده قالب البانيه المحشي فريك ورز، وممكن تضيفي عليه كبد والقوانص للفراخ. تابعيني لاخر الفيديو وهنعمل القالب الجميل ده. فكرة جديدة مشبعة وكمان شكلها تحفة. لو اول مرة تشوفيني، انا هبة ودي قناتي. ادخل قيم المحتوى وقوليلي رأيك في التعليقات، ويلا نبدأ وصفتنا على طول. معانا نص كيلو بانيه، من نص كيلو ل3/4 كيلو. هنحط عليه ملح وفلفل، معلقة زيت واحدة، وعصرة 2 ليمونة، وبس كده. دي التوابل اللي هنستخدمها النهاردة. هنتبلها كويس قوي وبعد كده هنسيبها على جنب. هنجيب كيس تلاجة نفتحه، وبعدين نحط عليه قطع البانيه قطعة قطعة، وندق عليها كده بأي حاجة عندنا، بحيث بس ان اللحم بتاعها يبقى خفيف عشان يبقى سهل السوا معانا في الفرن. جبنا قالب الكيك، هنرص عليه القطع البانيه اللي احنا عملناها، دقناه كل الكمية. هياخد القالب اللي عندك، طبعا اي قالب ينفع، مدور ينفع، مستطيل ينفع، مربع ينفع، اي قالب عندك انت حابة تستخدميه. بنحط عليه ورقة زبدة، بندهنها زيت، وبعد كده بنرص عليها قطع البانيه بالشكل ده. دلوقتي هندخل على طول على الحشوة اللي هنعملها جوه القالب. الطاسة بتاعتنا عليها معلقة زبدة كبيرة، ومن نص كوباية لكوباية الا ربع فريك. بنغسله كويس قوي وننقعه، وبعد كده بنصفيه وبنحطه على معلقة الزبدة، نديله تشويحة كده لغاية ما المية اللي فيه تروح خالص. بعد كده بنجيب كوباية رز مغسول ومتصفي من المية خالص، وبعد كده بنحطه على الفريك ونديهم الاتنين مع بعض تشويحة. اللي عايزة تضيف بصلة الاول مع قبل الفريك ما يتضاف تمام تضيف، انا ما بحبوش بس ممكن. وبرضو اللي هتضيف كبد وقوانص برضو تضيفها قبل ما تضيف الفريك، تديها تشويحة وبعدين تضيف الفريك. بعد كده ضفنا عليهم المية المغلية وهنسيبهم يستووا، هنغطيه ونسيبهم يستووا مع بعض. وادي الرز والفريك بتاعنا. طبعا نسبة الرز والفريك انت عايزاها، انا عاملاها نص النص، يعني نفس الكمية للرز هي نفس كمية الفريك. اللي بيحب اي كمية التانية اكتر يضيف، يعني اللي عايز يضيفها رز اكتر تمام، اللي عايز يضيف فريك اكتر تمام. بنضغط عليها كويس قوي كده علشان لما نيجي نقلب القالب بعد ما يستوي يبقى سهل معانا. بنضغط عليه كويس قوي الرز كده والفريك مع بعض، بعدين بنغطيه بقطع البانيه. الوصفة تحفة يا جماعة، سهلة. دخلناها على فرن محمى مسبقا على اعلى درجة، رف اوسط، بياخد حوالي ساعة الا ربع ويطلع معاكي بالجمال ده. هتقلبيها على قالب التقديم وتزينيها باي صوص عندك، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، انا حطيت عليه صوص الديميجلاز. انت بيتقدم مع اي خضار جنبه او يبقى كده كافي. تحفة. طبعا جنبه سلطة وسلطة زبادي، ودي في الفيديو اللي قبل كده هحط لكم اللينك. جربوا الوصفة، قولولي رأيكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان انتوا تستفادي وغيرك يستفاد. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.